كان يا مكان في يوم من الأيام كانت في بنت جميلة اسمها نور. كان أول يوم ليها في الحضانة. مسكت شنطتها الصغيرة وربطت شريطة حمرا في شعرها اللي كانت بتحبه جدا. ماما بصت لها وقالت بابتسامة: خليكي دايما مبتسمة يا نور، وافتكري إنك جميلة زي ما ربنا خلقك. نور ضحكت وقالت: ما تخافيش يا ماما، أنا بحب نفسي كده. وفي الحضانة أول ما راحت نور الفصل، البنات قعدوا يبصوا لها. سارة همست لمريم: بصي شعرها قصير قوي. مريم ضحكت: دي شبه الولاد. نور سمعت كلامهم بس ولا كأنها سمعتهم. وقفت كده بثقة وقالت بابتسامة: أنا بنت وشعري مش طويل علشان أنا بحبه كده. البنات بصوا عليها باستغراب. سارة قالت: بس كل البنات شعرهم طويل. نور ردت بهدوء وقالت: مش لازم كلنا نبقى شبه بعض. ربنا خلق كل واحدة فينا مختلفة وكلنا حلوين باختلافنا. مدرسة الفصل كانت سمعاهم، ابتسمت وقالت: برافو يا نور، فعلا عندك حق. ربنا قال: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. يعني كل واحدة فينا جميلة زي ما ربنا خلقها. وبعد شوية